التصميم البوهيمي بيشمل أنواع مختلفة من التنسيقات والألوان، وده بيكون حسب الثقافات المختلفة اللي مستوحاة منها. أول نوع هو البوهيمي الأفريقي، وده بنستخدم فيه ألوان قوية ومشرقة زي الأحمر والأصفر، وده بيكون فيه نقوش وأنماط فنية تقليدية من القارة الأفريقية زي الأقمشة الملونة بأشكال هندسية معقدة. البوهيمي الآسيوي بيضم ألوان زي البرتقالي والأخضر والأزرق، وبيستخدموا نقوش وأنماط فنية مستوحاة من القارة الآسيوية مع تفاصيل جميلة على الأساس والديكور. التصميم البوهيمي الهندي بيكون فيه ألوان براقة زي الأحمر والذهبي ونقوش هندية معقدة على القماش والأساس، وده طبعا بيكون مع استخدام الخشب والمعادن بشكل فني. التصميم البوهيمي الأمريكي بيكون فيه ألوان طبيعية زي الأخضر والأزرق، وبيستخدموا نقوش وأنماط فنية من الثقافة الأمريكية الأصلية زي الجلود والألوان الطبيعية، بيستخدموها بطريقة جريئة عشان يضيفوا بهجة ودفء على المساحة. التصميم البوهيمي بيكون اختيار مميز للناس اللي بتحب تدمج ما بين الألوان الزاهية والأنماط الفنية.